سنة 1924 1925 1926 1930 1942 وكان عضوا بمجلس الشيوخ سنة 1936. تعالوا نتعرف على تاريخ النائب حسن بك الوكيل تحت قبة البرلمان. سنة 1924 في دايرة دشنة كان عدد الناخبين 412 ناخب، وعدد المرشحين 4 هم حسن بك الوكيل، الشيخ خليفة محمود، السيد أحمد شلقامي أفندي، السيد إبراهيم حسن محمد. وفاز حسن بك الوكيل في 17 يناير سنة 1924 وأصبح نائبا في مجلس النواب. سنة 1925 كانت العزازية هي الدائرة الانتخابية، وكان عدد الناخبين 441، وكانت نتائج الانتخابات كالتالي: حسن بك الوكيل حصل على 262 صوت، أحمد إسماعيل أفندي حصل على 66 صوت، أحمد محمد الحفني وحصل على 81 صوت، وأصبح حسن بك الوكيل عضوا في الهيئة النيابية الثانية بمجلس النواب. سنة 1926 في انتخابات الهيئة النيابية الثالثة كانت أيضا العزازية هي الدائرة الانتخابية، وكانت نتائج الانتخابات كالتالي: حسن بك الوكيل حصل على 3883 صوت، الشيخ عمر سرحان رزق وحصل على 234 صوت، والسيد أحمد عبد الله أفندي وحصل على 2892 صوت، والسيد توفيق محمد سالم أفندي وحصل على 1769 صوت. وكانت هناك إعادة بين حسن بك الوكيل وأحمد عبد الله أفندي، وفاز حسن بك الوكيل بالمقعد. سنة 1930 كانت فاو هي الدائرة الانتخابية، وكانت نتائج الانتخابات كالتالي: حسن بك الوكيل حصل على 6132 صوت، وحصل منافسه إبراهيم أفندي على 4902 صوت، وحصل الشيخ محمد أحمد بجاته على 1113 صوت، وفاز حسن بك الوكيل في الهيئة النيابية الرابعة بمجلس النواب. سنة 1942 في انتخابات الهيئة النيابية الثامنة حسم حسن بك الوكيل الانتخابات من الجولة الأولى، لأنه حصل على 11764 صوت، وحصل منافسه حلمي محمد عبد الباري أفندي على 3179 صوت. لكن النائب حسن بك الوكيل اختار عضوية مجلس الشيوخ في 26 ديسمبر سنة 1942 وتنازل عن عضويته في مجلس النواب، وانتخب بدلا منه تكميليا بالترشيح أخوه يحيى بك الوكيل في 15/2 سنة 1943. يعني حسن بك الوكيل كان عضوا في مجلس الشيوخ، وأخيه يحيى بك الوكيل كان عضوا في مجلس النواب. أما عن عضويته في مجلس الشيوخ فقد عين في 8 مايو سنة 1936 عضوا في مجلس الشيوخ، وخرج بالقرعة في 7 مارس سنة 1941. وفي سنة 1938 كان من الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ، ثم انتخب بدلا من النائب عبد الرحيم محمد مهنا، حيث فاز في الانتخابات في 26 مارس سنة 1942 وحصل على 19196 صوت، بينما حصل منافسه عمر بك أحمد حامد على 7592 صوت، وانتهت مدة نيابته بمجلس الشيوخ في 7 مارس سنة 1951، ثم أعيد انتخابه في 7/5 سنة 1951 واستمر حتى حل المجلس. النائب له من الأبناء محمد، وكان نائبا في مجلس الأمة سنة 1969. وفي 1964 توفي النائب حسن بك الوكيل بعد أن سجل اسمه نائبا في مجلس النواب ونائبا في مجلس الشيوخ. شكرا.